ومفروض طلعنا لايف، ونطلع كمان على انستجرام. احنا ظهرنا. انا لسه مش شايفة اي حاجة. لو انتوا شايفيننا طمنونا كده، قولوا لنا الصوت والصورة اخبارهم ايه. عشان لسه مش ظاهر لي حاجة خالص. على على الانستجرام اخبارنا ايه، على الفيسبوك اخبارنا ايه. اوكي، بدأ يظهر لي على الفيسبوك. الصوت والصورة اخبارهم ايه. اهلا اهلا روان، نرمين، دعاء، شكرا يا دعاء. كله تمام، الصوت والصورة ظاهرين مظبوطين. اهلا يا جميلة. وعلى الانستجرام بدأنا نظهر اهو كمان. اخبارنا ايه على الانستجرام، الصوت والصورة اخبارهم ايه. اوكي تمام. شكرا شكرا يا منى، شكرا يا دعاء، روان. وعلى انستجرام برضو مستنياكم تأكدوا بس عليا الصوت والصورة تمام، واحنا ايه بنبدأ كده. اهلا بيكم في لايف جديد من لايف الاثنين، اللايف اللي بنتقابل فيه مرتين في الشهر، تاني ورابع اتنين من كل شهر. واحد منهم من التو لايفز دول، واحد منهم بنجيب مجموعة من الأسئلة اللي تخص مينلي الصحة النفسية وبعض الأسئلة التربوية، ولكن تركيزنا الأكتر على الويل بينج بتاعتنا. وبنجاوب على الأسئلة دي بشكل فيه إفادة وشكل فيه إضافة وفاليو إن شاء الله تبقى بتخرجوا بيها. وده بيبقى الحقيقة لايف ثري ثري جدا، لأنه بيبقى منوع، الأسئلة بتبقى في موضوعات مختلفة في الويل بينج بتاعتنا وجوانب مختلفة من حياتنا، فبيبقى لايف ثري جدا. واللايف التاني بيبقى موضوع اتكرر طلبتوه كتير في الكومنتس وحابين نتكلم عنه بتفصيل أكتر، فبناخد موضوع على بعضه وبناخده كده من أوله لآخره بشكل مفصل. النهارده لايف الأسئلة. انتي منورة يا دعاء. شكرا يا شيماء، كده تمام كمان على الانستجرام زي الفل. لايف الاسئله، تعالوا بقى نبدا على طول عشان في شويه اسئله كده حلوين النهارده، و في ثراء في الاسئله. اول سؤال من سلمى هلال. سؤال لذيذ قوي، بتقول ايه الفرق. كنا كاتبه مره بوست عن السلوكيات بتاعتنا، وان في بعض السلوكيات طالعه من الطبائع، السمات الشخصيه، انماط الشخصيه. فايه الفرق بين السلوك والطبع؟ ده السؤال اللي بتسأله سلمى. فخلينا نقول ايه الفرق بين السلوك والسلوك والطبع. الطبع او اللي هو ما يسمى بالتمبرامنت تريت، هو سمة شخصية بيتولد بيها الإنسان، فهي بتطلع معاه في من لحظة الولادة. يا إما هو أصلا مولود شخصيته كده، نمط شخصيته اللي ربنا خلقه بيها كده، أو بيكتسبها وبيورثها جينيا من احد الاباء او حتى من احد الاجداد، فبتبقى سمه او طبع جيني ورثه بالجينات. فدي السمه او الطبع. ودي الحقيقه يعني من 20 ل 60% تقريبا، دي اخر دراسه يعني اتعملت، قالت ان من 20 ل 60% من الطبائع بتاعتنا هي موروثه. من 20 ل 60%. 20 ده رقم صغير قوي، و25 رقم صغير، و30 رقم صغير، يعني بنتكلم ما حصلناش تلت طبائعنا جايه منين؟ من الوراثه. والماكسيموم اللي حصل في الدراسه دي كان بيقول 60%. يعني ستيل انا عندي تلت كامل من شخصيتي ومن تصرفاتي في حياتي هي مش انا مش وارثها جينيا. طيب السمه، احنا لسه في السمه او الطبع. السمه او الطبع temperament trait دي حاجة عادة بتفضل مكملة مع الإنسان على مدار السنين، حاجة بيتولد بيها وبيفضل مكمل بيها. نيجي بقى للشق التاني، السلوك. السلوك يعني ايه؟ السلوك يعني تصرف أو فعل بيقوم بيه الإنسان، والتصرف أو الفعل ده بيطلع من حاجتين. يا إما بيطلع نتيجة الطبع أصلا الموجود عندي، وهفسر في ده دلوقتي،
او بيبقى اسمه سلوك مكتسب، يعني هو مش، انا مش وارثه جينيا، هو مش متأصل جوه شخصيتي، ولكن اكتسبته بقى، شفت بابا وماما بيعملوه، شفت البيئة اللي انا طلعت فيها بيتكرر فيها السلوك ده كتير، اخدته من اصحابي، انا طورته كآلية دفاع نفسي. من ميكانيزمات الدفاع النفسي دي عليها عامل كبير قوي في السلوكيات، فانا طورته على مدار حياتي كده، والتجارب الحياتيه بقابلها، فطورت السلوك ده عشان احمي نفسي وعشان اعرف اتعامل مع الحياه. فدول المنشئين اللي بيطلع منهم السلوك. آه، تعالوا كده ناخد مثال علشان نفهم اكتر. لو هقول مثلا طبع او تريتمنت، temperament trait، ممكن يبقى في شخص عالي الانفعال، شخص متوسط الانفعال، شخص بطيء الانفعال. يعني ايه سريع او بطيء الانفعال؟ يعني المشاعر بتاعته بيستجيب ليها بسرعة. مش معناها انه بالضرورة عصبي، ده حتى في الفرح، في السعادة هتلاقيه بيتصرف بسرعة وباين عليه السعادة بتاعته قوي وبيشع كده طاقة. ده سريع الانفعال، استجابته سريعة، بيظهر مشاعره بسرعة وبقوة. او بطيء الانفعال، ممكن تبقى المشاعر موجودة جوه بس مش بيرياكت مع مشاعره دي. ممكن يعرف يتحكم اكتر بطبيعته، دي السمة او الطبع. ادي السمة او الطبع. طيب تعالوا بقى نبص على السلوك. لو هناخد نفس السبيكترم ده في الطباع، نفس المثال ده في الطباع، تعالوا نبص على السلوكيات. ممكن شخص سريع الانفعال السلوك بتاعه يبقى ايه؟ يبقى ان هو ينسحب. انا بنفعل جدا، فانا بتنرفز جدا مثلا، فلما بتنرفز باخد جنب، بخاصم الناس، بنعزل، بنسحب كده، بتقوقع على نفسي، ادي ده سلوك. وممكن شخص سريع الانفعال يكون السلوك بتاعه انه لما ينفعل قوي يهاجم، ينتقد، يغلط في اللي قدامه، يزعق. يبقى السلوكيات مش واحدة وثابتة للطبع، فأنا طبعي سريع الانفعال يبقى أنا خلاص بتصرف كده. ودي الحقيقة نقطة مهمة جدا ومفتاح مهم جدا للويل بينج بتاعتنا. ليه؟ لأن لو العلماء بيقولوا إن التريتمنت، الطبائع يوجوالي بتفضل مع الإنسان طول عمره، وإنما السلوكيات الناتجة عن شخصيته يمكن تغييرها، ويمكن تغييرها في أي وقت. النيورو زمان شويه كان العلوم الانسانيه وعلم النفس بالتحديد بيقولوا ان لا، السلوكيات بتاعت الانسان بيتبرمج عليها وبيكبر بيها، بيفضل مكمل بيها. جات لنا بقى النيورو ساينس كده من عقود صغيره، والحقيقه التطور اللي بيحصل في النيورو ساينس تطور عالي جدا ولحد دلوقتي مستمر. قالت لنا ايه؟ قالت لنا ان مخ الانسان قادر على تكوين خلايا عصبيه وانتاج ترابطات عصبيه بين الخلايا منذ الولاده وحتى الوفاه. لو ميت عنده 100 سنة وبصحته، مخه قادر لسه على إنتاج وإنشاء تشابكات وترابطات عصبية. يعني إيه اللي بقوله ده؟ التشابكات والترابطات العصبية دي هي اللي بتطلع لنا السلوكيات. فيبقى عنده 80 سنة ويقدر يغير سلوكه. طبعا القدرة بتقل شوية لما بنكبر قوي قوي، ولكن لو الإنسان، وده المفتاح، هو قرر إن هو يغير، هيقدر يغير كتير من سلوكياته. فكده فهمنا ايه الفرق بين الطبع والسلوك، علشان لما نيجي نشتغل على الويل بينج بتاعتنا ونعرف مثلا طبع عندنا ولا نمط شخصيه، ما نلزقش فيه، ما نتقولبش جوه النمط ده او الطبائع دي ونقول ده احنا كده اتولدنا كده او اتربينا او نشأنا كده، فبالتالي خلاص ما فيش فرصه للتغيير. لو انا عايز في اراده الاول وقررت قرار، اقدر اغير السلوكيات بتاعتي. ده اللي النيورو ساينس بيقوله لنا لحد دلوقتي. تمام كده يا سلمى؟ طيب السؤال اللي بعده من ياسين سامح، بيقول أنا من فترة كتبت أفكاري عن التعامل مع الأفكار السلبية. أنا من فترة كتبت أفكاري وشوية ارتحت، وبعد كده حصل أفكار تانية وأنا من كتر تعبي منها مش عايزة أتعامل معاها خالص. أعمل إيه عشان أرتاح؟ التعامل مع الأفكار السلبية، خلينا نبص بس كده نتأكد إن كله تمام. أوكي. التعامل مع الافكار السلبيه بيتم ازاي؟ الاول تعالوا نعرف طبيعه الافكار عموما سلبيه او ايجابيه، علشان لما نفهم طبيعتها نبقى قادرين على التعامل معاها. الافكار عامله زي الخيوط، خيوط الصوف. عارفين بكر الصوف للناس اللي بتشتغل تريكو مثلا ولا كروشيه ولا بتنسج ولا كذا؟ البكر ده، الخيوط دي، افكارنا شبه الخيوط. لما
بناخد مجموعه خيوط ونحطها فوق بعض ونحطها فوق بعض، واجيب شويه خيوط واحطها فوق بعض، اجيب شويه خيوط احطها فوق بعض، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل للخيوط دي؟ ممكن تكتبوا لي كده سريعا؟ لو انا رحت اشتريت مجموعه خيوط وعندي درج كده وقعدت احط فيه الخيوط دي، احط الخيوط فوق بعضها، بيجرى ايه؟ احنا موجودين صح؟ يس صح. ظهر كان مهنج وظهر فجأة، بتتشابك هتتلعبك، بتتعقد هتتشابك بتتراكم، مظبوط. وهي دي الافكار، هي مجموعة خيوط. فلما طول ما احنا ماشيين مخنا بينتج افكار، فخيط فوق خيط، فكرة فوق فكرة، يتكون لنا حاجة كده زي مجموعة الخيوط المتكعبلة المتشابكة مع بعض المعقدة. فبتحتاج مننا ايه؟ بتحتاج مننا حاجتين. بتحتاج مننا ان احنا نفككها، نبدأ نمسك بقى اطراف الخيوط دي ونفك ونشيل ونحط بالراحة خالص. وبتحتاج بعدها خطوة تانية، وهي ان احنا اول باول نفكك الخيوط دي من بعض. الخيوط اللي عماله بتجيلنا، هي في خيوط طول الوقت جايه، في خيوط طول الوقت داخله. انا بنقل عيني ما بين الفيسبوك شويه والانستجرام شويه علشان محدش يفك مننا، محدش يفك زي الخيوط. آه، فمحتاج الخطوه التانيه اللي اعملها ايه بقى مع الخيوط دي، لان هي طول الوقت بتيجي، طول الوقت في تدفق. ان الخيوط اللي بتيجي دي اول باول ما سيبهاش اصلا تتكون، علشان ما تتعقدش وتتكعبل وبعدين ارجع اعمل مجهود في ان انا افككها. فمحتاج ان الخيط اللي يجي الفه كده بشكل منظم، الخيط اللي يجي احطه مع البكره الخاصه بيه. طيب هعمل كده ازاي؟ اول حاجه التعامل مع الافكار بشكل عام ما بيتمش مره، ده بيتم بشكل روتيني، بيبقى جزء من روتين حياتنا. اوكي، ببدا افكك الافكار دي، لان لما انا بفكك الافكار دي بيحصل ايه؟ الافكار بتاعتي بتتنقل للعقل الواعي، هي بتبقى شغاله جوه وانا مش اوير بكل فكره، ولكن ببقى اوير قوي بايه؟ بالنتائج اللي حاصله عن التفكير. قلق، اضطراب، توتر، مشاعر سلبيه، ضغط، فقدان طاقه، عدم قدره على التحمل، احس ان انا بنقول عليها كده بالمصري خلقي ضيق، يعني مش مستحمل حاجه. ده كله نتيجه ايه؟ اعرف لما تخش في الحالات دي اعرف ان في كرة صوف متلعبكة، في افكار متلخبطه كلها ومتشبكه في بعض. هتعمل ايه؟ هتفككها. لما بفككها ده بينقلها للعقل الواعي، فبيخليني اشوف الافكار دي احسن، وبيخليني اعرف اتعامل معاها. هتعمل حاجه من الاتنين، يا اما هتحكيها هتتكلم عنها لحد بتثق فيه، كل الافكار دي ليه محتاج تطلعها اول باول مع حد بتثق فيه، او هتتكلم عنها بصوت مسموع مع نفسك. او الحاجه الثالثه بقى اللي نزودها، ان انت تكتب عنها. اكتب الافكار دي، ده اساسي وضروري جدا لو انت عايز تشتغل على اداره افكارك. طيب ادي كده فككنا الافكار، وهنعمل ده بشكل روتيني. نعمل ايه بقى علشان الافكار الخيوط اللي بتيجي دي ننظمها اول باول ما تتكعبلش؟ هقول لك مفتاح بسيط قوي 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 علشان يخليك انت اللي تدير افكارك مش هي اللي تديرك. المفتاح ده اسمه ايه؟ اسمه mindfulness. خليك هنا. انا عارفه ان الكلمه دي مكرره، ولكن لو قعدت لحظه كده مع نفسك هتلاقي ان احنا اغلب الوقت احنا فعلا مش دلوقتي. احنا ممكن نكون موجودين في الفترة الحالية من حياتنا، يعني انا الفترة الحالية من حياتي بمر بضغوطات معينة، او بقابل تحديات معينة، في ازمة اقتصادية، في مشاكل مع الولاد، في مش عارفة علاقة زوجية شغالة عليها، في انا والويل بينج بتاعتي شغالة على جوانب واكتساب عادات صحية. دي الفترة دي من حياتي، فكل ده موجود جوه مخي. انا لحظة بلحظة محتاجة اجيب مخي معايا في اللحظة دي، ما يبقاش بيفكر في انا النهارده الصبح كان في ايه، ولا النهارده بالليل انا ناوي اعمل ايه، وبكره عايز احل انهي مشاكل واواجه انهي ضغوط. وانا عارفه ان ده مش سهل، ولكن يمكن تحقيقه بالممارسه والتدريب. ولما بيتحقق
النتائج الحقيقة بتبقى مذهلة على حالة الهدوء النفسي اللي بندخل فيها. هدوء داخلي بيحصل. ليه؟ لان الخيوط اللي جايه كده كده المخ بيشغل، كل بينتج افكار. فالخيوط اللي جايه عماله ايه؟ بنظمها اول باول. انا هنا، انا دلوقتي، انا في اللايف، ده في حد قاعد قدامي بيديني معلومه، بيضيف لي فاليو، ده في معلومه انا خدتها دلوقتي سمعتها كويسه، هبدا اكتبها. همسك القلم، همسك ورقه، همسك الموبايل بتاعي، هكتب على نوت جانبيه في الموبايل. ريحت مخي بقى من اصل الولاد كانوا عاملين، وانا بالليل ورايا معرفش ايه، والضغوط الاقتصاديه هعمل فيها مش والازمه اللي بنمر بيها هنعمل فيها ايه. في اوقات هنروح وهنفكر في المشاكل دي. ولكن لما بدرب نفسي على المايندفولنس، الوقت اللي باخده وبقرر انا هفكر في المشكله دي، انا بعرف افكر بكفاءه وفاعليه اكبر، لان انا بروح بذهن صافي، الخيوط كلها متفككه من بعض، عندي طاقه، محافظ على طاقتي، محافظ على قدره تحملي، محافظ على قوتي النفسيه، عندي هدوء داخلي. فتخيل بقى ان انت في المود ده ورايح تحل مشكله، اكيد هتبقى اقدر على التعامل معاها ورؤيتها بشكل موضوعي واكثر فاعليه ليك. تمام. فادي فكره كتابه الافكار يا ياسين. السؤال اللي بعد كده من هبه، بيقول ايه؟ أثناء مرحلة الاستكشاف والتجارب وأنا بشتغل على نفسي والويل بينج بتاعتي، ممكن علاقات في حياتي تتأثر بسبب عدم الاستقرار لطريقة ترضيك في التعامل. صح، ده بيحصل. نعمل إيه؟ وإحنا شغالين على الويل بينج بتاعتنا بنبدأ نكتشف حاجات في نفسنا، بنكتشف مثلا باترنز معينة في السلوكيات. باترنز اللي هو نمط سلوكي، مش نمط شخصية، نمط سلوكي. ان انا في المواقف الفلانيه متعود ان انا بهاجم، بنتقد، بنسحب، فانا عايز اغير ده لان لقيته مش شغال معايا. فهبدا اجرب وهتعلم وهابلاي اللي انا هطبق اللي انا اتعلمته، وبعدين هلاحظ النتائج بتاعته وهغير فيه شويه. وانا بقى في المرحله دي ممكن بعض العلاقات تتاثر. ليه؟ لان انا دلوقتي في مرحله يعتبر انتقاليه، فما عنديش شكل ثابت مستقر هو ده اللي بتعامل بيه. فاعمل ايه؟ اول حاجه اعرف ان انت في مراحل التغيير بتبقى عامل زي بندول الساعه. عارفين بندول الساعه بيعمل ايه؟ بندول بيروح اقصى اليمين واقصى اليسار، اقصى اليمين واقصى اليسار، اقصى اليمين واقصى اليسار، لحد ما يبدا يتارجح في مساحه ضيقه قوي، فتحس باستقرار. فبدل ما انا كنت قوي كده وبعدين رحت للاكستريم التاني، هبقى متوازن، هبقى مستقر. فبالراحه على نفسك، ادي لنفسك وقتها، واعرف ان طبيعي تمر بالمرحله دي. طيب، انا تصالحت مع الفكره دي، ابدا اتصرف ازاي في العلاقات؟ هنقسمهم لنوعين، في علاقات قريبه وعلاقات بعيده. العلاقات القريبه مني اللي انا حريص عليها وانا في المرحله دي صارحهم، انا ايه اللي بيحصل، انا بعمل ايه، انا شغال على نفسي الفتره دي، بتفاصيل بقى من غير تفاصيل حسب علاقتك بيهم، بس صارحهم وفهمهم ان انت بتشتغل على الجزء ده، واطلب منهم دعم، اشركهم معاك، فتبقى انت كسبتهم. ولما تروح لاقصى اليمين او اقصى اليسار، هم مش بس هتلاقيهم متقبلين، لا ده قد كمان تلاقيهم هم اللي بيساعدوا او بيدعموا، يبقى انا كده كسبت سبورت سيستم وانا شغال على الويل بينج بتاعتي، الصحه النفسيه بتاعتي. طيب، افرض انا هم علاقات قريبه وانا شرحت لهم وما قبلوش، هنعمل ايه؟ الأولوية في المرحلة دي لنفسي، وده مش أنانية، ده علشان أنا أقدر أستمر في بناء العلاقات الصحية وفي استكمالها. فبقبل إن قد تحدث بعض الخسائر، معلش، أركز دلوقتي في إيه؟ في اللي أنا شغالة عليه، ركز دلوقتي في الجزء ده من نفسي. أنا ببني دلوقتي حاجة، فأركز في البنى ده علشان ما افتحش أكتر من باب وأبقى بحارب في أكتر من جبهة فقوايا تنهك. ركزت وشغال على نفسي، بعد ما خلصت بقى انا خلاص ظبطت الباترن المعين، عديت التحدي المعين اللي مقابلني الفتره دي، هعمل ايه؟ هرجع بقى تاني، هصلح ما يمكن اصلاحه. والله نفع الموضوع وصلحنا يبقى جميل، ما نفعش بتحصل، بيحصل ساعات بعض الخسائر. فدي لو علاقات قريبه. اما لو علاقات بعيده فممكن اعمل اصلا مسافه، الفتره دي اعمل مسافه، هي كده كده علاقات بعيده، فمفيش مشكله ان انا اعمل مسافه لحد ما اظبط كده والبندول يرجع مساحته ونطاقه يضيق في التحرك ويستقر ويتوازن، ارجع ايه؟ اتعامل مره تانية.
اوكي يا هبه. طيب، أم، امنيه. ده سؤال عن والله هو سؤال عن البيرنتنج في الاساس في التربيه، ولكن في حته كده نفسيه مهمه قوي. السؤال بيقول ايه؟ انا مطلقه وبنتي عندها 4 سنين ونص، واحنا منفصلين، هي الام والاب منفصلين من والبنت عندها 4 شهور، ومن ساعتها هو ما حاولش يشوفها. وانا متوقعه ان هي تبدا تسالني مين بابا وهو فين والاسئله دي كلها، وانا مش عارفه المفروض يكون الرد المناسب ايه علشان ما اذيهاش ولا اولد عندها احساس بالرفض وانها غير مقبوله وما تستحقش، وفي نفس الوقت يكون حقيقه. فاعمل ايه؟ طيب خليني اقولك هنا اكتر من حاجه. اولا، المعادله هنا صعبه شويه، فخلينا نعترف بده ونقر ده. مش كل الحالات اللي هنتعامل معاها في الدنيا هي حالات سهله وفي ستيبس 1 2 3 هعمل الستيبس دي بمنتهى السهوله المشكله اتحلت. لا، في مواقف حياتيه بتتحط قدامنا فعلا صعبه وفعلا تقيله على النفس، وحتى الاختيارات المتاحه فيها تقل، كلها فيها تقل. فانا بختار الانسب ليا بوعي، قرار واعي، وببقى عارف ان انا دي حاله تقيله، ده موقف تقيل، ده تحدي صعب. فدي اول حاجه، ربنا يعينك، وشكرا جدا على حرصك على نفسيه بنتك في ظل الظروف اللي بتمري بيها دي. هتكلم عن جزئين، جزء يخصك انت وهو ده الجزء النفسي، وجزء يخص الطفله. الجزء اللي يخصك انت، هنعمل 3 حاجات. اول حاجه، هنتعامل مع مشاعر الشفقه اللي جوانا تجاه الطفل. انا بحب اولادي اكيد وهتعاطف مع اولادي اكيد، لكن مش حلو اني ابقى بصلهم نظره شفقه. نظره شفقه يعني ايه؟ يعني كاني كده بتحسر عليهم، اللي هو يا عيني عليكم يا حبايبي، الدنيا عملت فيكم ايه، او شوفوا باباكم مثلا مش سائل فيكم او كذا. انا ممكن ما اقولش ولا كلمه، ولكن مشاعريا ده اللي داير جوايا، وطاقه الشعور بتتنقل للطفل. فيحصل ايه؟ الطفل ده يكبر حاسس من جوه، حتى لو ما تقالوش ولا كلمه، ان هو ضحيه، وان هو مستحق، مش للقيمه والاهميه، لا، مستحق للشفقه، وان هو ضعيف، وان هو مظلوم، وتطلع بعد كده مجموعه اضطرابات نفسيه. فنحذر جدا التعامل مع اطفالنا بشفقه. التعاطف مهم جدا والشفقه لا. فمحتاجه اتعامل جوايا انا بيني وبين نفسي على مشاعر الشفقه عشان اعرف اتعامل بشكل صادق مع البنت وصحي. تاني حاجة، نفسيا محتاجة أفصل بين علاقة الأب بيا وعلاقة الأب ببنته، حتى وإن كانت دلوقتي هي مقطوعة علاقته ببنته، لأن قد في أي وقت ترجع احتمالات تاني للعلاقة بين الأب وبنته. فساعتها أنا ما تأثرش، ما أقولش لا ما أنت سايبها مش عارفة بقالك كام سنة فما دلوقتي بقى خلاص. لا، لا، ليه؟ علاقتي بيه مختلفة عن علاقته بيها. علاقته بيها ده حقها وحقه. لما ربنا يأذن ويهديه كده ويبدأ يرجع يتواصل معاها، محتاجة أكون من الأول محضرة نفسي عن طريق إن أنا فاصلة بين ده وده. الحاجة التالتة اللي عايزة أقولها لك عن نفسك، اهتمي بنفسك جدا، راعي نفسك جدا جدا جدا، واهتمي بنفسك جدا جدا، علشان ده اللي هيساعدك تتعاملي مع بنتك بشكل صحي. نيجي بقى للشق الخاص بالطفل، هنعمل ايه؟ هنعمل 4 حاجات. الحاجة الأولى المصارحة. مع الأطفال احنا ما بنكذبش خالص. ليه؟ طبعا علشان قيمة الصدق نفسها نبنيها، والحاجة التانية العلاقة نفسها تبقى علاقة قوية وما تتأثرش، لأن الكذب دايما بيفضح وبيكشف، دايما بيتعرف. فساعتها هيحصل ايه؟ هتفقد ثقتها فيا. فأنا محتاجة أحافظ على العلاقة دي، ففي قيمة الصدق وفي قيمة العلاقة بيني وبين الطفلة. في حاجة تالتة، إن احنا يا جماعة مش دورنا كآباء إن احنا نحمي ولادنا من مواجهة الحياة. احنا دورنا ان احنا نمكنهم من مواجهة الحياة. يعني ايه مواجهة الحياة؟ يعني الحياة كده كده فيها صعاب، وايه نوع الصعاب اللي بيتحط في حياة كل انسان فينا دي حاجة مش بايدينا، دي حاجة ربنا بيختارها لنا. واللي بايدينا ايه؟ احنا ازاي نتعامل معاها، فنزود الصعوبة
او نبقى بنتعامل بشكل كده متوازن وصحي ينفعنا. فده قدر ربنا عليها، ده ربنا كتبه لها جوه حياتها. فكره ان انا احاول احميها منه هتضرها، مش هتنفعها ابدا. فانا مش بحمي ولادي من مواجهه الحياه، بالعكس انا الظروف اللي اوريدي الحياه بتحطنا فيها، انا بساعدهم ازاي نتعامل مع هذه الظروف، فتطلع بقى شخصيات قويه، تطلع في قوه نفسيه، يطلع في resourceful، شخص مليان بالادوات وبالوسائل اللي يقدر يتعامل بيها في الحياه. اوكي، فادي المصارحه. في حاجه تانية، لو امكن بناء قناه اتصال بين الاب وبنته حتى لو عن طريق حد تاني من اهلك او من اهله، دي اقتراح قد ينفع. يبقى مش لازم استنى ان هو اللي ياخد الانشيتيف والخطوه دي علشان يجي يتواصل مع بنته. ممكن لو انا حريصه على مصلحه البنت، وده واضح جدا في السؤال، اخد انا ستيب فورورد كده، معلش، ومش هعمل كده بنفسي علشان احمي مثلا مشاعري، ولكن ممكن اعمل كده عن طريق حد من اهلي، بابا، ماما، اخويا، اختي، عمي، خالي، حد من العيله، او حتى حد من عيلته هو، ونبدا نحاول نبني قناه اتصال بين الاب وبين البنت. ده نفع خير، ما نفعش هنعمل ايه بقى؟ نحاول برضو ان امكن، انت اللي ادرى بظروفك، نبني اتصال بين البنت واهل باباها، بين البنت وبين اهل باباها، ونحافظ على هذا الاتصال. ادي تاني حاجه. تالت حاجه، مع الطفله هتجنب خالص ان انا اوصل اي رسائل اساءة عن هذا الاب. وهعيد نقطة قلناها في الاول، لو الرسائل الاساءة دي موجودة جوايا هتوصل. طب نعمل ايه؟ عشان كده اتكلمت عن الفصل، لان الفصل نقطة مهمة قوي في حالات الطلاق. فصل الام نفسيا وشعوريا علاقة الراجل ده اللي كانت موجودة معايا، او علاقته كأب ببنته او بولاده. فلا هقول لفظا حاجة تسيء للأب ده، وهشتغل على قد ما هقدر، على قد طاقتي، اني اشتغل على المشاعر والرؤية اللي جوايا ناحيته مع بنته، مش معايا انا. معايا انا ده علاقة منفصلة، ظلمني، عملني، سوي، ده علاقة منفصلة، وانا بقى اشتغل في الخطوات بتاعتي تو موف اون. لكن مع بنته منفصلة. فالرسائل اللي هتبقى بتتوجه او بتتقال قدام البنت حتى لو من العيلة عندي عن الاب، برضو نقطة مهمة جدا للحفاظ على نفسيتها. ليه؟ لان الحقيقه انا عايزه اقول حاجه مهمه قوي. الارتباط من الابناء بالاباء ارتباط غريزي، ما بنقدرش نغيره. مهما الاباء اساءوا لينا، مهما الاباء ظلمونا، مهما الاباء اخطاوا او قصروا او قد تغلفني في بعض المراحل حالات من الغضب والريسنتمنت، الاستياء والغيظ كل ده بنمر بيه في مرحله معينه، وخصوصا الناس اللي بتشتغل مع اساءات الطفوله. ولكن جوايا في احتياج وفي حب وفي تعلق غريزي بالاب او الام دول. فاي رسائل هتوصل وحشه عن الاب قدام بنته هيحصل ايه؟ انا بحط البنت في صراع نفسي داخلي بين غريزتها ان انا فيا حته نفسها ان بابا يسال عني، نفسي اني ابقى بشوفه، نفسي ابقى بحضنه وبيحضني، وبين ان لا ده هو وحش، ده ما يستحقش، ده ما بيسالش عني، ده كذا ده كذا ده كذا. ولو انا مش عارفه هو ليه ما بيسالش عنها، انا محتاجه اصارحها، انا ما اعرفش، انا مش عارفه هو ليه ما بيسالش، انا نحاول نوصل له. ولو انا حاولت اوصل له وما عرفتش، خلي فيه مصارحه. ولو قدرت ان انا اتابع مع حد متخصص في، يعني لو لقيت اعراض او علامات معينه بتتطور عند البنت، اضطراب او ضغط نفسي او توتر او قلق او عضعضه ضوافر او تبول لا ارادي او اي شيء من هذا القبيل، فساعتها محتاجه ان انا اتابع مع متخصص اطفال، متخصص نفسي اطفال. اخر حاجه بناء بقى علاقه صحيه بيني وبين البنت. انا محتاجه اشبع للبنت دي احتياجاتها. هنركز على 4 احتياجات اساسيه. الاحتياج للحب، محتاجه احبها حب غير مشروط، فحتى لما بتغلط انا بحبها. محتاجه اشبع احتياج الاهتمام، ان هي مهمه، واديها وقت، واديها اشركها في قرارات
في الحياه، في حياتي وفي حياتها هي، عشان تحس بالاهميه. انتباه ان هي لما تحتاجني محتاجه تلاقيني، الافيلابيلتي بتاعتي، انا افيلابل ليكي، انا متاحه ليكي في اوقات. انا احنا كادلتس مش متاحين طول الوقت، لكن خصوصا في السن الصغير بنحتاج نتاح اوقات مش قليله. فانا متاح، فاحتياج الانتباه واحتياج الاحترام، بحترم بقى حدودها، مفيش تعدي على حدودها، مفيش اساءات ليها، ضرب، عنف، انتقادات لاذعه، زعيق، وكل العناصر دي. واحنا عندنا كورس، في كورس لو انت حابه تتعمقي اكتر في الحته دي، في كورس Enjoy Your Parenting، ده كورس خاص بالتربيه، بيشتغل على ازاي نتعامل مع اولادنا بشكل صحي ونطلع شخصيات قويه ونشبع هذه الاحتياجات من خلال مجموعه من الادوات التربويه المتوازنه والصحيه. طيب، السؤال اللي بعده اللي هو بقى مسميين بيه اللايف بتاعنا النهارده، والحقيقه السؤال ده بيتكرر ومختلف عن سؤال شبهه احنا اتكلمنا فيه قبل كده. السؤال بيقول ايه؟ عندي حد قريب مني في جوانب كتير قوي حلوه وبحب قعدتها وهي بتحبني جدا، ويمكن انا الحد الساند قوي ليها واللي ممكن تتكلم معاه في اي مشاكل وبترتاح معايا في الكلام جدا. بس عندي مشكله ان ابنها بينقل سلوكيات مش حلوه لابني، وابني بيكتسب منهم كتير. احنا بنتقابل في الاسبوع مره والوقت بيبقى طويل قوي. انا مش عارفه اعمل ايه، لاني مش عايزه اخسرها، لان هي دايما بتقول انا برتاح في الكلام معاكي ومش عاوزه اجرح، فاتصرف ازاي؟ وده اللي سمينا بيه عنوان اللايف، ازاي نتعامل مع اللي بنحبهم وبيجي لنا منهم اذى. كان في لايف قبل كده سميناه ازاي يتعامل مع العلاقات القريبه المؤذيه، بس ساعتها العلاقات اللي هي مش هنعرف نقطعها، علاقات موجوده خلاص جوه حياتنا، اب، ام، اخوات، بعد كده طلعنا لمستوى الازواج وفصلنا في اللايف التاني. لكن هنا دي علاقه صداقه، فانا ممكن ان انا اقطعها، ولكن انا بحبها، انا شايفه فيها حاجات جميله وفيها جوانب كتير حلوه. ودي حاله من الحالات الموجوده في علاقاتنا، في ناس احنا فعلا بنحبهم وفيهم حاجات حلوه، ولكن بيجي لنا منهم اذى. فنتصرف ازاي؟ احنا مش عايزين نخسرهم، فنتصرف ازاي؟ عاده لما بيبقى فيه الاحساس ده عند الشخص، ان انا عارف اشوف الجوانب الحلوه ومراعي قوي ان الشخص ده بيحبني وان الشخص ده محتاج لي وان الشخص ده بيرتاح معايا في الكلام وانا بحب قعدته، عاده ده بيريفير كده لطبع معين يخص الايموشنال سنسيتيفيتي، الحساسيه المشاعريه. احنا بنسميهم حتى في علم النفس بيسموا امباث، اللي هم الناس القادرين على الاحساس بمشاعر اللي حواليهم. انا حاسس بمشاعر، انا حاسه بمشاعرها، فمش عايزه اجرحها. هي بص طول الرساله انا مش عايزه اجرحها، مش عايزه اضايقها، هي محتاجاني، هي بترتاح معايا، انا الحد الساند ليها. في حرص جامد قوي على مشاعر واحتياجات اللي قدامها الاخر. فمحتاج الاول افهم ان انا هي دي ده طبعي، ان انا people oriented اكتر، ان انا حته مشاعر الاخرين انا منتبه ليها بسرعه وبتصل معاها بقوه. علشان الانتباه ده هيخليني فاهم انا ليه بتصرف كده وليه حاسس كده وليه انا في السيتويشن ده. فدي اول خطوه، او دي اول نقطه، ان احنا نفهم نفسنا ونفهم اللي حاصل ده حاصل ليه، ونقبله، لان الامباث ده حاجه مهمه جدا، وده جزء مهم قوي في الذكاء العاطفي بيتدرس ساعات لناس. فانا اقبله واحبه ويعني افخر بيه كده. الحاجه التانية، لو بيجي بقى اذى يخص الاولاد، فانا ممكن اقلل الاحتكاك في وجود الاطفال. فلو انا اقدر ان انا اقابلها من غير اولادي في بعض الاوقات هعمل كده. لو انا مش هقدر انا اقلل المرات نفسها، يعني ممكن بدل مره كل اسبوع ازود الفترات تبقى مره كل اسبوعين. فزود الفتره وقلل مده الفتره الواحده. فبدل ما بنقعد بالاربع 5 6 ساعات مع بعض، ممكن نقعد ساعه ونص، ساعتين، شفنا بعض واطمنا على بعض وخلاص مشينا. فانا بقلل حجم السلوكيات السيئه اللي ممكن تتنقل لابني. طيب ليه بقول ليه بقول كده؟ ما قلناش مثلا نمنع خالص، لان اجين احنا مش دورنا كاباء ان احنا نحمي ولادنا من مواجهه الحياه، وهم هيطلعوا بعد كده هيبقى في مدارس، في جامعات، في شغل، في حياه، في جيران، في نادي، في تمرين، في كل مجالات الحياه، في الحلو وفي الوحش. هيقابلوا السلوكيات الصح والسلوكيات الغلط والحاجات اللي عكس اللي احنا بنربيهم عليها، فهنعمل ايه؟ فدي هتبقى فرصه كويسه
ان احنا نمرن الطفل ازاي تتعامل مع الاشخاص اللي سلوكياتهم مختلفة عن سلوكياتك او سلوكياتهم غلط. فانا مش همنع خالص، لكن هقلل. قلنا هقلل عن طريق عدد المرات، وهقلل عن طريق المدة نفسها. طيب ايه كمان محتاجة اعمله؟ محتاجة اشتغل على الموازنة النفسية عندي انا. حلو قوي وجميل ان انا شخص امباثيتك وبتعاطف مع اللي حواليا وبحس بمشاعرهم ومراعيها، لكن لازم يبقى في توازن بين حرصي على مشاعر اللي قدامي وبين حرصي على مشاعري انا. انا دلوقتي لما بقابلها وبيجي منها اذى، بقابل الشخص ده وبيجي لي منه اذى، انا بحبه، بس الاذى ده هيضايقني وهيعمل لي مشاعر سلبيه وهيضغطني وهيحطني في حيره مش عارف اتصرف ازاي، وهيخليني خايف وقلقان لان انا مش عايز اخسره، بس في نفس الوقت مش عايز الاذى ده ومش حابه، وهيخليني متألم من الاذى. طب انا فين مشاعري؟ فين احتياجاتي؟ فين رعايتي لنفسي؟ احنا اول حاجه هنتسأل عنها قدام ربنا هي احنا. اول حاجه ربنا هيسألنا عنها، انت عملت ايه في نفسك دي؟ راعيتها ازاي؟ اتصرفت معاها ازاي؟ نميتها ازاي؟ طورتها ازاي؟ فمهم قوي ان انا اعمل توازن بين حرصي على الاخر وبين حرصي على نفسي، علشان انا نفسي اعرف استمر في العطاء واستمر في ان انا راعي احتياجات الاخرين، والا هوصل لنقطة هحترق تماما ومش هبقى قادر ان انا لا راعي نفسي ولا راعي حد حواليا. طيب ببدأ بقى اوازن ازاي؟ ممكن اوازن عن طريق حاجتين، ان انا ابني اشتغل على علاقات تانية، فيبقى الاحتياج اللي عندي اصلا، القدرة الكبيرة دي على العطاء والاحتواء ورعاية الاخرين تبقى بتتوزع، ما تبقاش كلها على شخص واحد. وده على فكرة لمصلحة الاخر برضو، لان الاخر لو انا بس اللي في حياته هتتحول العلاقة لعلاقة اعتمادية عاطفية، وده مؤذي ومضر جدا ليه، يبقى انا بضعفه. فحتى ليه هو ولمصلحته محتاج ان انا اوزع طاقتي دي على علاقات مختلفة. تاني حاجة اشتغل على نفسي بقى، ايه هو انا، ايه الفيجن بتاعتي في الحياة، ايه الرؤية بتاعتي في الحياة؟ ما اكيد انا مش علاقات بس، الطاقة الجميلة القوية اللي عندي دي ممكن اوظفها في غاية، purpose انا عايش بيه، اهداف بحطها وببدأ اشتغل عليها، فتاخد من تركيزي ومن انتباهي ومن طاقتي، فبالتالي ما الاقيش نفسي بعاني قوي وفي ستراجل هو انا ازاي اتعامل مع الموقف الفلاني، وابقى بقابلها مره في الاسبوع، لكن انا طول السبع ايام الباقيين انا عماله افكر في المره دي. فانا بوازن نفسي وببني عندي، وكمان بساعدها هي كمان تبني عندها. اخر حاجه بقى، لو هي حد انا بحبه ممكن ادله. لو حد بحبه وبيجي لي منه اذى وهو مش منتبه، لان هو ساعات الانسان بيبقى قله وعي، فانا ممكن ابدا ادله. والله يعني انت بقى وطريقتك معاها، انا سمعت عن الكورس الفلاني ولا البيج الفلانيه، ممكن نتابع، او ابعت لها لينكات، او اجيب لها كتاب هديه واهديها بيه، او ابدا اتكلم معاها. طب اللي بيحصل ده، هي خصوصا بترتاح في الكلام معايا، طب اللي بيحصل ده ممكن نحله ازاي؟ طب انت حابه تتعاملي معاه ازاي؟ طب ايه رايك لو عملتي الحاجه الفلانيه؟ وابدا اديها من الحاجات اللي انا عارفاها. فيبقى انا بعمل ايه؟ بدل ما انا سايباها كده يعني ضعيفة محتاجة معتمدة عليا عاطفيا، لا أنا بساعدها تبقى أقوى، وفي نفس الوقت بخفف الحمل من عليا. فادي الأربع حاجات اللي هنعملهم للتعامل مع حد احنا بنحبه، حريصين على ان احنا نفضل علاقتنا بيه مستمرة، بس بيجي لنا منه بعض الأذى، طبعا مش الإساءات اللي هي المدمرة يعني. تمام؟ اوكي. أه السؤال اللي بعد كده من نور: انا بمر بحالة خوف من القيادة بعد ما كان ليا وقت كبير اسوق عادي. مش عارفة ده من ايه، هل من الضغوطات ولا عامل العمر والهرمونات، ولا انه في شيء في عقلي لا سمح الله. انا في غربة ومعايا اطفال صغار، وعارفة ان دي مرحلة وهتعدي، بس عايزة اتعلم الدرس المستفاد، لان في شوية قواعد محتاجة تتعدل عندي في القيادة. فانا هتكلم على نقط كده هتفيد صاحبة السؤال وتفيدنا عموما في تساؤلات بتجيلنا عن التغيير وعن الشغل على الويل بينج بتاعتنا. اول حاجه فكره العمر، هل العمر ممكن يبقى عائق ولا لا؟ الحقيقه العمر ما بيبقاش عائق الا في حاله واحده بس، ان بيحصل dysfunctionality. الوظائف العقليه بتاعتي بتبدا تضعف 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 لحد ما تبقى كانها مش شغاله. زي مثلا لما نلاقي حد كبر في السن قوي واصيب بمرض الزهايمر، فالوظائف العقليه عنده مش شغاله،
انتباه وتركيز وقدرته على ربط الامور، الذاكره طبعا عنده. لما تحصل dysfunctionality ساعتها العمر يبقى عائق، والديسفانكشناليتي اصلا عائق ايا كان العمر قد ايه، سواء انا صغير او كبير. as long as انه ما حصلش الديسفانكشناليتي دي، ايه اللي بيجرى؟ قلنا في اول اللايف مخي قادر على انتاج التشابكات والترابطات العصبيه بين الخلايا طول الوقت، فالعمر ما بيبقاش عائق في التعلم لو انا براعي العقل ده وبصون الخلايا دي، لان انا عقلي اصلا محتاج صيانه زي جسمي. لو انا جسمي كبرت وعندي 70 سنه بس انا مراعي جسمي في اكل، في نوم، في رياضه، في حركه، لو انا مراعي جسمي هيكمل معايا بشكل كبير. طبعا في حاجات هتفضل الكيرف بتاعها ينزل، ده طبيعي، بس في حاجات تانية هبقى لسه قادر اعملها وهتبقى شغاله كويس جدا. نفس الشيء في قدراتي العقليه اللي هي بتساعدنا بعد كده ان احنا نتعلم او نشتغل على نفسنا. وانا هنا يعني شيء شائع جدا 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 ان انا ابقى ماشيه في الشارع وماشي جنبي 4 5 عربيات فيهم اللي 60 سنه واللي 70 سنه واللي 80 سنه بيسوقوا عربياتهم عادي جدا في الشارع. فالعمر مش عائق الا في الشروط اللي احنا قلناها، ويقدر يفضل مكمل معايا ويساعدني اتعلم لو انا بصون قدراتي العقليه. تاني حاجه فكره المهارات اللي بنتعلمها وبعد كده بننساها. المهارات بنحافظ عليها بالممارسة مش بالتعلم. يعني بعرف الهاو تو بتاعتها ازاي اعملها بان انا اتعلم البداية، اعرف السكيل دي بتتعمل ازاي، فانا عرفت السواقة بتتعمل ازاي، عرفت مثلا تحضير لايف بيتعمل ازاي. ازاي بحافظ على المهارة دي انها تفضل عندي؟ باني امارسها. فالفترة اللي انا هقعد فيها ما بسوقش فترة كبيرة، هتبدأ السواقة بتاعتي تتنسي، المهارة بتاعتي تضعف، وكل ما الفترة ما هتطول كل ما المهارة تضعف وتضعف. ولو انا بقى بمر كمان بظروف معينة، وده واضح ان انا في ظروف انتقالية حصلت، انا سبت بلدي ورحت بلد غربة زي ما انتي كاتبة، وعندي اطفال صغيرين، يعني في حمل وولادة ورضاعة وفي تأثير على صحة الست وفي هرمونات وفي كذا، فكل ده هيعمل ايه؟ مع عدم الممارسة هيخليني انسى المهارة. لكن لو انا بمارس تمام. فالمهارات، فلما انا اتعلم مهاره وارجع انساها، ما تشكش في نفسك، ما تفتكرش ان دي حاجه غريبه، ما تفتكرش ان ده ضعف فيك، ده طبيعي. ارجع مارس مره تانية، وفي الاول هيبقى فيه زقه كده صعب شويه، لكن وانس ما ترجع تمارس وتعدي الزقه الاولانيه هتلاقي نفسك قطعت شوط. يعني انت مش بتبدا فروم سكراتش لسه بتعلم سواقه من اول وجديد، لا، هتلاقي نفسك مشيت خطوه حبه حلوين، بس ابدا الزقه الاولانيه. خصوصا ان في البلاد يعني مش عارفه هي بلد غربيه ولا لا، بس البلاد الغربيه فيها قواعد سواقه مختلفه كتير عن بلادنا العربيه. ف... فدي تاني نقطه. تالت نقطه بقى المراحل الانتقاليه ازاي نتعامل معاها. عشان كده قلت السؤال ده هيفيد ناس كتير. لو انا في مرحله انتقاليه، يعني مثلا بتنقل من بلد لبلد، شغلي اللي انا مثلا متمسك بيه قوي وقضيت فيه سنين طويله سبته ورحت عملت، يا اما رحت مكان تاني، يا اما عملت شفت كارير كامل، آه، جبت مثلا توأم، وانا ما كنتش عامله حسابي على كده. دلوقتي دي كلها مراحل ظروف حياتيه بتتحط فيها قويه وبتعمل اثر على حياتنا. فنعمل ايه في الاوقات دي؟ اول حاجه محتاج اقبل ان دي مرحله انتقاليه وهمر فيها بلخبطه والاداء بتاعي هيقل، فمحتاج اقبل ده وبالراحه على نفسك شويه علشان ما ازودش على نفسي الضغط. فدي اول نقطه. تاني نقطه رعايه النفس. ابدا راعي نفسك. المرحله دي اكتر مراحل بنهمل فيها رعايه نفسنا، لان بنشوف ان احنا اوريدي مضغوطين وعندنا حاجات كتير مش فاضيين بقى ان احنا نراعي نفسنا، ودي اكتر مرحله احنا محتاجين فيها رعايه نفسنا. فتبدأ تراعي نفسك في جوانب مختلفة. ت... احنا كنا بنتكلم النهارده على تفكيك الافكار، محتاج تصون كده التفكير بتاعك، وعشان هو انت اللي تديره مش هو اللي يديرك. اعمل اوقات تطلع تمشى فيها، اقعد اشرب المشروب بتاعك كده بروقان وباستجمام، قابل ناس او اتكلم مع ناس قريبين منك، دخل جرعات كده من الضحك ومن المرح في حياتك.
خد وقت اقعد فيه مع نفسك، بس طبطب عليها واتصل بيها كده، شوف هي عايزه ايه. اشتري لنفسك حاجه حلوه. ادي لنفسك النوم اللي جسمك محتاجه فعلا. اهتم بالغذاء بتاعك. فانا براعي نفسي، كل واحد بقى بالحاجه اللي هو محتاجها واللي قادر يعملها. يبقى رعايه النفس، يبقى بقبل براعي نفسي، بقلل مهام. اجان المراحل دي بيبقى فيها نسب عاليه قوي من مشاعر الخوف ومن مشاعر الضغط. فالحاجتين دول بيخلوا الانسان يعمل ايه؟ يزود. هو عايز يطمن، عايز ارتاح، عايز استقر، عايز اطمن ان انا هعدي المرحله دي. فاعمل ايه؟ بشتغل اكتر، بعمل مهام اكتر، عايز كل حاجه تبقى بيرفكت، عايزه اسيطر على الولاد والبيت والتوفيق ما بين شغلي وما بين الحياه الجديده اللي انا بعيشها، واتعرف على البلد اللي انا فيها، او اعرف ايه طبيعه المرحله الانتقاليه اللي بمر بيها الشركه الجديده. ازيد ازيد ازيد. فاعمل ايه؟ قلل كل ما يمكن تقليله. الحاجه اللي ممكن تتاجل اجلها، الحاجه اللي ممكن تفوضها لحد تاني فوضها، الحاجه اللي ممكن تجيب حد يعملها لك حتى لو باجر، هات حد يعملها لك حتى لو الفتره دي بس، حد يجي يساعد في نظافه البيت او حد يجي يعمل كذا بدالي. فانا بعمل ايه؟ بقلل المهام من عليا. احنا موجودين صوت وصوره على الفيسبوك علشان حاسه ان الدنيا واقفه شويه. طمنوني كده وانا هكمل. يبقى تالت حاجه بعملها في المراحل الانتقاليه ان انا بقلل مهام. وقلنا عن طريق ايه؟ رابع حاجة بقى بطلب مساعدة. طلب المساعدة ناس كتير بتبصله على انه بيقلل منها. انا كده مش كفء، انا كده مش انف، انا كده مش قوي، لاني بحتاج، لاني عايز مساعدة، لاني معرفتش اعدي بنفسي من اللي حصل ده. لان طلب المساعدة، طلب المساعدة واحد من العلامات اللي بتدل على النضج النفسي لما بتستخدمها صح. شكرا يا مي، شكرا يا فاطمة. نقول تاني الحته دي. طلب المساعده واحد من العلامات اللي بتدل على النضج النفسي لما بتطلبها صح. ليه؟ لان انا بقبل ان انا عندي قدرات محدوده، بقبل ان انا انسان وعندي ضعفي، بقبل ان الناس محتاجه بعض، وبشوف ان ده ما بيقللش مني، ما بيقللش من تقديري لنفسي، وما بيخلينيش اشك في نفسي. فده نضج. فيبقى اطلب المساعده، اطلبيها بقى من زوج، اطلبيها من حد من الاصدقاء، من حد من العيله. اطلبي مساعده ان حد يسمعك، حتى لو هتروحي مثلا فتره لحد متخصص كوتش او حد متخصص يسمعك وتطلعي معاه الضغوط دي كلها ويوريكي رؤيه مختلفه تعرفي ازاي تتعاملي معاها. حد عندك بتثقي في رايه مثلا من العيله من الاصدقاء، روحي واتكلمي معاه على الضغوط اللي بتمري بيها، بس يبقى في عين مخلياكي تشوفي من بره. لان واحنا جوه ما بنبقاش شايفين دايما صح، نبقى ايموشنالي انفولفد، مشاعرنا مسيطره شويه على العقل المنطقي، فمش عارفين نشوف كل الجوانب والزوايا بشكل مظبوط. فيبقى انا بطلب مساعده عشان اشوف الدنيا من بره، فاشوفها صح واتعامل معاها افضل. ادي الاربع او الخمس نقط في التعامل مع المراحل الانتقاليه. شكرا يا رنا. طيب اخر بقى سؤال معانا من ايات بتقول طيب لو انا بعمل ده زياده عن اللزوم، دي مشكله ولا انا كده كويسه؟ لو بتعمل ايه؟ هي بتتكلم عن متلازمه احنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، اسمها متلازمه السي اي او. لو حد حابب يرجع للفيديو هيلاقيه بالاسم ده، متلازمه السي اي او. ايه متلازمه السي اي او دي؟ متلازمه سلوكيه. سي اي او اللي هو رئيس مجلس الاداره. فدي متلازمه كده سلوكيه، صاحبها بيخاف قوي 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 ما يبقاش في احسن صوره، بيخاف قوي يغلط، بيخاف قوي يعمل حاجة مش 10/10، بيخاف يبين ضعفه، بيخاف يبين نقص، بيخاف يبان في حاجة مش مظبوطة، اللي هي بنقولها بشكل تاني بتودي بعد كده للمثالية. المثالية بقى بكل أضرارها النفسية. فازاي نتعامل بقى مع متلازمة السي، وازاي نتعامل مع المثالية، الميل للمثالية؟ ازاي نتعامل معاه؟ اول حاجه السؤال اللي اتسال، هو انا كده كويسه؟ انت كده كده كويسه. احنا اللي بنعالجه، اللي بنصلحه، اللي بنغيره سلوكياتنا، مش احنا كويسين وزي الفل، عشان احنا ربنا خلقنا مكرمين. ودي نقطه مهمه قوي، ان احنا دايما نبقى واعيين ومنتبهين، مش بس بلساننا، ان احنا بنفرق ده انا عندي سلوك عايز يتغير، او انا اللي وحش وعايزه اتغير. في فرق. فالفصل ده مهم قوي ذهنيا. طيب
ال... تعالي بقى نتكلم كده على الروت، على حتة في العمق شوية. الاحتياج النفسي اللي بيبقى واقف ورا الميل للمثالية او CEO، او ان انا خايف من ان انا اغلط وابان مقصر او ابين نقص او ضعف، احتياج اسمه الاحتياج للكفاءة. انا عايز ابان كفء. كفء يعني ايه؟ يعني شاطر. شاطر بقى في اي حاجة. شاطرة كأم، شاطره كزوجه، ده انا شايله الدنيا كلها فوق دماغي ليه؟ عشان ابقى شاطره، عشان ابقى زوجه شاطره. شاطره كابنه، شاطره كحد بتشتغل وبتوفق ما بين الشغل والبيت، فكل حاجه عايزاها ماشيه بيرفكت. شاطره في تعاملاتي وفي علاقاتي، شاطر في شركتي او في وظيفتي او في الشغل بتاعي. الاحتياج للكفاءه. طيب ده احتياج مشروع موجود عندنا كلنا، ولكن لما بيبقى عليه تركيز زياده عن اللزوم بيقف بقى عائق مع حته ان احنا بنغلط وان احنا في نقص جوانا وفي ضعف، فبيعمل لنا بعد كده الميل المثاليه ده، بيعمل لنا مشاكل، بيعمل لنا قلق وتوتر وخوف طول الوقت. انا مرعوب، وكمان انا ما ببقاش عايش بنفسي الحقيقيه، بنسميها ترو سيلف. انا ببقى عايش طول الوقت بماسكات، ان انا القوي، ان انا الشاطر، ان انا ما بغلطش، ان انا اللي ما فيش حاجه مش عارفها، واروح اعرف كده من تحت لتحت عشان ما ابينش ان انا ما كنتش عارف، او اخاف اسال او اتكسف اسال لحسن ابان ان انا مش عارف وعندي حته جهل صغيره. طب ايه المشكله؟ ما احنا كلنا عندنا الحته دي. فتخليني اعمل ايه؟ تخليني اغترب عن نفسي. انا مش انا، انت مش انت وانت جعان. فخليني مش عارف اعيش بنفسي الحقيقيه. اوكي. فنعمل ايه بقى؟ بنتصالح مع الامبرفكشنزم، مع النقص، مع عدم الكمال. فعلشان المخ لما انا بتصالح معاه بسلوكياتي، المخ بيبدأ يقبل ان اوكي، ده مش تهديد، ان الغلطة دي مش بتهددني، مش معناها ان انا وحش. فالمخ نفسه ما بيهاجمنيش. بعيش في حالة تناغم كده انا ومخي مع سلوكياتي وطبيعتي البشرية. طب اعمل كده ازاي؟ تعمد تكون imperfect بعض الوقت. تعمد تكون يعني مش ناقص بس غير كامل. تعمد تكون مش كامل. مش كامل بقى في اي حاجه. لما كنا بنتدرب، واحد من التدريبات اللي كنت اللي كنت باخدها عن التصالح مع الجوانب الضعف في الانسان والنقص والخطأ وعدم الكمال. فكنا بناخد تمرين، كان انستراكتور بيدينا تاسك يعني غريبه شويه. كان بيقول لنا ايه؟ انزل الشارع بهدوم مكرمشه في مره، او مثلا البسي كده اوتفيت او البسي طقم مش لايق قوي على بعضه. البسي طرحه هي مش اجمل طرحه عندك، البسي طرحه اي كلام وانزلي. لو انت اصلا الحاجات دي عندك مهمه. لو انت حد بتحطي ميك اب، انزلي من غير ميك اب. كان بيقول لنا كده، انزلوا من غير ميك اب. لو انت حد بتهتم قوي بالنظافه والتنسيق، بتنزل بالقميص مره مكرمش. مش لازم يعني مكرمش معصور، بس انزل بيه مكسر مش مشكله. لو حد موسوس قوي في النظافه ومش عارف ايه، وانت في الشارع مفيش مشكله تقعد شويه على الرصيف، بنطلون يتطرب شويه ما يجراش حاجه. هي تاسك غريبه بس بتعمل ايه؟ بتكسر حته ان انا طول الوقت هما شايفيني ازاي، طول الوقت لا ده عامل ازاي ومظبوطه والوشي مظبوط وكذا. ده ليفل واحد، ليفل 1 من التصالح مع عدم الكمال. الليفل اللي بعده، اللي اعلى منه شويه بقى، التصالح مع الاخطاء. own your mistakes. own your mistakes، خلينا نقول ايه؟ تصالح. خلينا نترجمها كده، الترجمه الاقرب. أنا مش عايز ترجمه حرفيا، عايز ترجمه اللي تعبر حقيقي. فتصالح مع اخطائك. ليه؟ تاني علشان المخ يطمن انه لما غلط ده ما بيهددنيش، ده ما بيضربش احتياج الكفاءه عندي، ده مش معناه ان انا مش شاطر، ده مش معناه ان انا وحش، ده مش معناه ان انا جاهل، ده مش معناه ان انا ماليش اهميه او ماليش قيمه. فلما المخ يطمن ان الخطأ ده ما بيشكلش عليا تهديد، يسمح لي ان انا اتصالح مع الخطأ ده، ان انا اتعامل معاه عادي خالص. لو في فرصة اصلحه هصلحه، لو ما فيش فرصة هقبله، خلاص غلط، خطأ وحصل. طب اعمل كده ازاي؟ لما تحصل اخطاء منك، اعترف بيها. اعترف بيها بينك وبين نفسك، دي خطوة. خطوة تانية، اتكلم عنها مع حد. اي حد، انت اختار بقى حد مين اللي هتتكلم عنه معاه. بس مهم ان انت مش بس بتكلم عنها بيني وبين نفسي لان انا كده برضو متداري، لا. انا بعمل ايه؟ انا باكسبوزت، بعرضها. انا مش همشي اجاهر بالاخطاء بتاعتي، بس مهم ان انا الاخطاء ده جزء من حياتي.
انا مثلا بعمل كذا والصوت طلع مش مظبوط، بكتب ايميل وطلع غلط، كنت بربي حد من اولادي او بتعامل معاه في سلوك معين وزعقت، طلعت غصب عني. تصالح مع الغلط، اعترف بيه، اتكلم عنه مع حد. آه، شوف بقى لو في فرصة تعتذر عن الغلط ده اعتذر، لان الاعتذار برضو بيعمل عملية تصالح جوايا بيني وبين الخطأ. انا مش بس متصالح ان انا غلطت، ده انا متصالح ان اللي قدامي ليه حق. فببعد من الحته بتاعت الايه الدفاعيه، وان انا طول الوقت لابس درع، وان انا بحاول ابرر او احاول انكر او احاول اخبي. بيجنبني كل المناطق دي. واحنا عندنا كمان، خليني اختم بقى، يعني دول حاجتين، انا اديت لك تو ليفلز عميقين جدا في التصالح مع عدم المثاليه. ولو حد عايز يتعلم اكتر عن المثاليه، عندنا كورس صحة نفسية متكامل اسمه هابيلي ايفر افتر. ده احنا عملنا منه 5 راوندز قبل كده، 5 مرات، وفي مرة سادسة هتيجي قريب جدا ان شاء الله هنعلن عنها. الكورس ده بيتكلم عن أسس الصحة النفسية كلها، من إدارة عملية التفكير، من بناء تقدير الذات والحفاظ عليه وبناء المناعة النفسية، وحل بقى المشكلات الشائعة اللي بتدمر الصحة النفسية: المثالية، التسويف، جلد الذات والشعور بالذنب، التعلق العاطفي بالآخرين، وشوية حاجات تانية كده هنبقى نتكلم عنها لما نيجي نعلن عنه. فاللي مهتم ممكن يبعت أو يكتب في الكومنتس علشان يتحط على الويتنج ليست أول ما نعلن عنه، لأن احنا بناخد فيه عدد معين وبنقفل بعدها الباب. فده كمان ممكن يساعد قوي لاي حد مهتم يبني الويل بينج بتاعته ويشتغل على هذه المشاكل. احنا كده خلصنا اللايف بتاعنا النهارده. زي ما قلت لكم لايف كان ثري ومتنوع كده في موضوعات مختلفه من الصحه النفسيه. خليني ابص بصه كده لو في هنا حاجه على الانستجرام. موضوع شيق جدا يا نوره، وبتقول هو انهي موضوع؟ نورة ربيع، اكتب لنا انهي موضوع، لان احنا بيهمنا كمان نعرف ايه الحاجات اللي انتم مهتمين بيها والموضوعات اللي حابين نتكلم عنها اكتر، علشان اللايفات الجايه ان شاء الله. طيب، شكرا جزيلا ليكم، وانا مبسوطه اني كنت معاكم النهارده. هقابلكم الاثنين اللي بعد الجاي، لان احنا بنتقابل تاني ورابع اتنين من كل شهر. فالاثنين اللي بعد الجاي في موضوع بقى من موضوعات الصحه النفسيه، هناخده بشكل متكامل كده. واكتبوا لنا في الكومنتس ايه الموضوعات اللي انتم حابين ان احنا نتكلم عنها بشكل مفصل اكتر. واشوفكم على خير، وشكرا.